بجانب محمد صلاح، كرة للخلف، تسديدة حلوة حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الهدف الأول في هذه المباراة، الهدف الأول يأتي عن طريق مين؟ عن طريق طارق حامد. وجه طارق حامد، وادي فرصة هدف جديد المرة دي عمر مرموش على موعد مع التسجيل، سجل ذهابا وسجل إيابا، ومصر واخدة ملاوي ايه حلوة قوي. مصطفى لصلاح، يا ولد يا ولد يا على الحلاوة يا على الحلاوة، الحلو حلة، ومحمد صلاح المرة دي هدفه رقم 51. لكن ايه المزاج عالي والاداء عالي، وما احلى النصر لحبيبتي مصر. اليمين يلف كرة عرضية خطيرة، تايمنج، يا على الهدف الجميل، يسجل زيزو، يوزع بقصية، جول عالمي من محمد الحاج، جول من زمن العمالقة، جول خرافي بقصية ازدواجية نارية لصقور الجديان، فنان. El centro es peligroso, hay servicio arriba, dentro. Gol de Japón y toma el hombre del Brighton. En el segundo sector levantaron el centro, apareció sobre la izquierda, castigando de cabeza Vargas, se tiende, no hay nada que hacer, la bola al fondo, 1 para Japón. Llegando a acercar por allí, metió el servicio desde afuera, el rebate, adentro. Arriba Rafael Santaborre, adentro. Il va être servi évidemment par Matarsar dans la surface de réparation. Oh, pour l'ouverture du score, c'est Boulaïdia en l'occurrence qui vient permettre aux Sénégalais de prendre déjà l'avantage dans cette rencontre. Et à cet instant précis de voir son ticket composté pour la prochaine édition de la CAN. Oui, et encore une fois, malheureusement, c'est complètement incroyable qu'il n'y ait pas de réaction. الرياض خطيرة، جول 3 لمسات، واحدة بالرأس من دولور، الثانية بالرجل من رياض، والثالثة بالبغداد، وجول يسجل الهدف ال25 الأول للمنتخب الجزائري من بغداد بورجاح. يا سلام، 1-0 صارت النتيجة بعد 5 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول. كرة مرتدة بعيدة من رامي في اتجاه دولور بالرأس. ممتاز من طحنون، عرضية من طحنون خطيرة، جول عن طريق حارب عبد الله سيل. حارب يسجل أول أهداف المباراة، عرضية جميلة، عرضية مثيرة كانت في اللقطة الماضية. حارب عبد الله سيل من ركلة، من ضربة رأسية يسجل. كرة فيها محاولة وهدف لمنتخبنا الوطني عن طريق عبد السلام محمد. عبد السلام يسجل الهدف الثاني برأسية مثيرة، هدف يسجل منتخبنا الوطني في ظل الانطلاقه بدر طارق حتى جاب جول.
حلوة وقطعها وتقدم فيها بدر طارق عطى بالجول. بدر طارق بيكمل مشوار التسجيل إلى هدف جميل. بدر طارق بيحط كرة بالجول من خارج منطقة 18. بس زاد بعطاها تلعب خطرة يكسب فيها الهداف شبيب الخادي بيحط جول لصالح بوفال. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه سفيان بوفال. يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون. نصف ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبت بشكل ممتاز. تابعوا من جديد هذا أمام يوسف الأنصيري خطيرة هدف التعادل لفائدة المنتخب البرازيلي. هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة يعطي ترفع كرة فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هدف ثاني بواسطة اللاعب الصابري عبد الحميد الصابري. ورقة رابحة. من حقك تفرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة. صعد منتخبنا العرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة بالراس. جول عبد الله الإخلاصي يتقدم ويسجل هدف المباراة الأول. الآن يأتي هدف المباراة الأول يأتي براسية. قرر كرة فرنانديز يلعبها إلى أرسكيتا. مارسيلو مارتينز يسجل هدف الدولي رقم 31 في مباراة الدولية رقم 100 في شباك منتخبنا نتيجة استهتار من المدافعين. تمكن المنتخب البوليفي من تسجيل هدف الأول. بصراحة المشاكل على مستوى الدفاع. الجزاء سالم تقدم، سالم انطلق، سالم سددها وسجل التعادل وعاد الأخضر مجددا بواسطة نجم الكبير سالم الدوسري. سالم تمكن من إعادة المنتخب السعودي ومن علامة الجزاء. الأخضر يعود في المباراة. سالم دائما خلف الأهداف في مشاركات منتخبنا. سالم سجل لبوليفيا في منطقة الجزاء. استحواذ على كرة وتسديد. تمكن المنتخب البوليفي من إضافة الهدف الثاني. كارميلو الجرانزا يسجل الهدف الثاني. تونسي مرفوعة بشكل رائع وجول رائع. الركنية وهيثم الجويني يفتح مجال التسجيل ويسجل ثاني أهدافه مع منتخب بلاده في ظرف 3 أيام في 3 مباريات. يا سلام على هيثم يرتقي أمام دفاع يتفرج عليه وهو داخل في وسط نقطة ركلة الجزاء. يرتقي وانفراديات الآن في اللقاء. ياتي الان للمنتخب الايفواري. كوامي يسجل اول هدف المنتخب الايفواري. تمريره ولا احلى ولا اروع. ضربت خط الدفاع على اليمين. ويلفريد سينجو يلعب كره عاليه راسيه. جول ثاني ياتي الان للمنتخب الايفواري. القناص سيباستيان ألير